السلام عليكم، ازيكم جميعا. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض العيش الفلاحي المصري على اصوله. شايفين العيش جميل ما شاء الله. لو انت مغتربة ونفسك تعملي العيش الفلاحي ده هتعمليه ان شاء الله. وكمان لو انت ست بيت وما عندكيش فرن غاز هتعمليه برضو. وكمان لو ما عندكيش اي خبرة في العجين او في العيش هتعمليه ان شاء الله. وهنعمله كمان من غير مطرحة ومن غير فرن غاز، وهنعمله كمان على عين البوتاجاز. بس تابع معانا الفيديو للنهاية علشان تستفادي من كل التفاصيل اللي احنا هنقولها، اوعى يفوتك اي تفاصيل احنا هنقولها علشان العيش يطلع معاكي جميل بالشكل ده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف عملناه ازاي النهاردة. مبدئيا كده هنا ده كيلو دقيق. طبعا الدقيق ده دقيق اللي احنا بنشتريه بتاع بطاقة التموين، تمام كده. تقدري لو ما عندكيش دقيق التموين ده تقدري تجيبي الدقيق الزيرو الفاخر، بس هتحط عليه معلقة ردة لو انت عايزاه يبقى زي الدقيق بتاع التموين. لو انت حابة تخبزيه دقيق زيرو بس كده هينفع برضو، هيبقى حلو بس تطري العجين. تمام كده. هنا حطيت للكيلو معلقة ممسوحة ملح ومعلقة ممسوحة خميرة، ما تزيدش في الملح علشان العجينة ما تطلعش معاكي حادقة. طبعا لو هتعجني ببيرة عجين بندوبها في حبة مية، ما بنحطهاش كده على الدقيق زي ما احنا حطينا الخميرة الفورية. هنزل هنا بقى هعجن بمية دافية، وهنزل بقى هنا بحبة مية، وابدأ ان انا اقلب في الدقيق بالشكل ده. تابعي برضو تفاصيل العجينة علشان لو انت لسه مبتدئة هقولك ازاي تعرفي ان العجينة بتاعتك اصبحت جاهزة ان شاء الله. هنا بنزل بالمية شوية شوية، ما بنزلش بيها دفعة واحدة، وبفضل بقى ألم كده الحواف وألم الدقيق. وطبعا بتدعكي كده بإيديكي علشان ما يكونش فيه أي كلاكيع أو أي قطع عجين، دي بتظهر بعدين بقى في الرغيف وإحنا بنخبزه. وطبعا العيش ما هو إلا عجين، هتعجنيه كويس هيطلع معاكي نتيجة حلوة. هفضل أعجن بقى بالشكل ده. وطبعا هنا العجينة شايفين هي لسه بتقطع، ما بتنزلش كلها على بعضيها، فده كده لسه محتاج عجن ومحتاج ان انا ازيد له مية كمان. هنا بقى لما هاجي ازيد المية انا ما بزيدش بقى كتير زي الاول، انا يدوب باخد حبة بحبة كده علشان اضمن ان هو يطلع معايا مظبوط، ما اروحش ازيد خالص علشان العجينة ما تطرش مني خالص. هفضل ازيد بقى كده حبة بحبة. وطبعا احنا بنعمل العجين هنا بنعمل كميات، ما بنعملش كيلو ولا حاجة. انا بس حبيت اعمل معاكم هنا كيلو علشان اوريكي طريقته. وتفضلي بقى تخبطي فيه كده، لما تخبطي فيه كده بتبصي تلاقي ان العجينة بتاعتك طالعة ناعمة وطالعة حلوة، والعيش بتاعنا يبقى طالع مورق كده ومنفوخ وحلو ان شاء الله. جربونا الاعجاب. هفضل بقى اعجن بقى بالشكل ده. وطبعا لما تلاقيها بقى خلاص، شايفين العجينة القوام دلوقتي مش زي الاول، دلوقتي نازلة كلها على بعضيها وناعمة. وطبعا بعمل هنا زي بالونة كده، شايفين الحتة اللي بتتنفخ دي برضو كده بتدل على ان انا العيش بتاعي خلاص مش عايز مية كده بقى تاني، خلاص هو كده اتعجن كويس. وطبعا احنا هنا بنعمل الحتة دي بنسميها ايه، ان احنا هنطربخ العجين، يعني بنعمل له بالونة كده وبعدين ايه نخبط عليها تعمل زي بومبة كده. ده كده بيخلينا ان احنا عرفنا ان العجين بتاعنا خلاص. وتاني حاجة كمان انا هنا بحط ايدي على العجين، ما بياخدش كمية، بيلزق بس مش بيلزق زي الاول. هرش بقى عليه هنا حبة دقيق. وطبعا احنا الجو دلوقتي هنا برد، فانا هسخن فرن البوتاجاز وهطفيه، وبعدين بقى هروح حاطة العجين بتاعي علشان يختمر معايا على طول. قعد معايا حوالي ساعة وربع. وهنا بوريك ان احنا ما خدناش كمية المية كلها. طبعا كل دقيق بيختلف من كمية السوائل اللي بياخدها. وكده العجين بتاعي بعد ما اختمر ما شاء الله اتضاعف حجمه. بجيب بقى الصينية اللي انا هقطع عليها، وهنا كده دي ردة بنشتريها من عند العلافين او بتشتريها من عند اي عطار، بتقول عايزة ردة. تمام كده. ودي كده الردة اللي هي الناعمة. لو انت عايزة تعملي الدقيق الزيرو
بتحطي على الكيلو معلقة واحدة. طبعا الردة هنا دي بتكون ناعمة خالص بخلاف الردة اللي احنا بنقطع عليها العيش. تمام كده. ولو خبزتيه عيش فاخر مفيش اي مشكلة، بس تضطري العجينة. ان شاء الله هبقى اعمله معاكم مرة تانية. هنا انا بقطع العيش، وهنا بقطعه على دقيق، ببل كده الرغيف او العجينة في الدقيق، وبلاقيه بالايد التانية زي ما انتوا شايفين كده. مورياكم كل التفاصيل، بنقطعه بالشكل ده. ولو انت لسه مبتدئة تصغري قطعة العجين عن كده علشان يسهل عليكي ان انت تعمليه. فواحدة في واحدة ان شاء الله هتعمليه وهيطلع معاكي مظبوط. طبعا هنا بعد ما قطعته خلاص بقى انا هغطيه، مش هنشتغل فيه على طول، هسيبه كده 10 دقايق، وكده بقى بعد 10 دقايق هنبدأ ان احنا نشتغل فيه على طول. طبعا احنا هنا هنعمله بدون مطرحة. بجيب بقى صينية وارش عليها حبة ردة، وهبدأ بقى ان انا اشيل العيش من على الصينية بالشكل ده. هتشيليه بكل سهولة، تقدري تعمليه كده على ايديك بحيث ان انت توسعيه، وتقدري ان انت تاخديه وتحطيه على الصينية عادي، مفيش اي مشكلة. هنا بقى احنا طبعا مش هنعمل بمطرحة، فطبعا عشان العيش ما يلزقش معايا في الفرادة هبدأ ان انا احط دقيق حاجة لا تذكر علشان ما يبانش في العيش بعد ما نخبزه. وهمسح الفرادة بتاعتي مسح دقيق بسيطة. طبعا هنا الطريقة دي للمبتدئين واللي ما عندهمش مطرحة وما عندهمش خلفية في الرح. طبعا لو انت بقى عندك خلفية في الرح وعندك المطرحة هتبداي ان انت تعملي على المطرحة على طول. بس انا بعمل هنا 4 ترغفة ب4 ترغفة، يعني انا بعمل الصينية دي اعمل عليها كمان 3 صواني، وبعدين ايه نبدأ ان احنا نسوي. مش هسويه برضو على طول، وده كده بيكون السمك بتاعه او الارتفاع بتاعه. وطبعا لو رققت العجينة مش هتطلع معاكي منفوخة. تمام كده. وما ترققيش النص، وهناخد من بره من نص لبره، من النص لبره، وهتمشي عليه براحة خالص. انا هنا بتلاحظ ان انا سريعة فيه، بس انا مجرية الفيديو علشان ما ياخدش وقت معاكم، وان شاء الله تستفادوا، وان شاء الله هيطلع معاكم احلى عيش بالشكل ده. وزي ما قلتلك هترققيه جامد هيطلع معاكي العيش مش منفوخ. هنيجي بقى هنا بعد ما حطيته على الصينية ابدأ بقى ان انا اشيله بالشكل ده بكل سهولة. بترفعي طرف العجينة كده وبتدخلي ايديك الاتنين وبيشتغل معاكي بكل سهولة. وطبعا لو انت لسه اول مرة تعمليه تقدري تصغري العجينة عن كده علشان تقدري ان انت تشيليه. بس هو والله ما شاء الله العجينة بتاعته مظبوطة جدا وما لزقش وانا بفرده كده، بالرغم ان انا بحط حبة دقيق لا تذكر. وهفرده كده من النص لبره. وكمان انبه عليكي تاني ما تحاوليش ترققيه جدا علشان ما يتنفخ، عشان يتنفخ معاكي في الفرن ويطلع العيش بتاعنا مفرخ. بحط ايديا الاتنين، برفع طرف العجينة وبرفعه بقى بالشكل ده وبحطه على الصينية. هنا بقى احنا هنسويه على عين البوتاجاز بالشكل ده. في الاول طبعا تختاري اي عين بوتاجاز عندك تكون عالية علشان تنجز معاكي وعلشان العيش بتاعنا يستوي على طول. هحطه بقى على عين البوتاجاز، هيقعد معانا 3 4 دقايق كده بس، لحد لما يبدأ ان العيش بتاعي يتغير، او بمعنى اصح الارضية بقى بتاعت العيش بتكون استوت، وهيعمل معاك يصبح بالشكل ده. هنا باخده بقى من على عين البوتاجاز على طول على تحت الشواية على طول كده علشان يكمل سوا والعيش بتاعنا يبدأ ان هو يتنفخ. انا هنا مش مولعة الا الشواية بس، مولعتش الفرن كله، مولعتوش كمان من تحت، هو الشواية بس. هيبدأ بقى يتنفخ معايا بالشكل ده، وتفضلي بقى تدايري الصينية علشان الرغيف بتاعك يستوي من كل الجناب زي ما انتوا شايفين كده. وكمان لو انت بقى مش حابة تطيبي كده في الصينية وحابة تعملي على أرضية البلاطة، تقدري ترمي على أرضية البلاطة على طول، وبعدين هتطلعيه تحت الشواية علشان يكمل سوا وياخد لون زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. شايفين العيش جميل ما شاء الله. ادي قدامكم العيش، يعني ما فيش احلى من كده. شايفين العيش ما شاء الله. تعالوا بقى نعمل مع بعض كمان رغيف، وادي العيش من تحت ومن فوق ما شاء الله حلو جدا، يستاهل التجربة ان انتوا تجربوه. طبعا لو انت مزنوقة بقى في حبة عيش وما عندكيش عيش خالص،
كيلو دقيق وهتعملي عيش على طول على ما تجهزي الغدا او العشاء. بصي تلاقي ان شاء الله الاكل بتاعنا اصبح جاهز. سواء من العيش وسواء جهزت العيش الاكل بتاعكم، فالعملية سهلة. انا باخده من على عين البوتاجاز على تحت الشواية على طول، فنسهل على نفسنا. وبجد العيش ده احسن الف مرة من العيش بتاع الطابونة اللي كله ردة وكمان بيكون مش كويس يعني في بعض الاحيان عشان مظلومهمش، بيكون مش كويس. فاحنا ايه، نعمل العيش في البيت بكل سهولة. لو انت بتاخدي بالبطاقة بتاعتك عيش تقدري تاخدي بيها بقى دقيق وتنظمي كده، تعملي 2 كيلو ب2 كيلو، بجد ما بياخدش وقت. وكمان احنا في الشتاء ده حابة ان البيت يبقى دفيان دفيان بالخبيز، ونولع الفرن كده والدنيا تبقى تمام. باخده بقى كده على عين البوتاجاز لحد لما الأرضية بتاعته بتستوي، بيعمل معانا الفقاقيع بالشكل ده ولونه بيغير. ببدأ ان انا اخده على الفرن على طول وبحطه تحت الشواية. بس انا والله العظيم مش مولعة تحت، انا مولعة الشواية بس. حطولي بقى لايك وشجعوني علشان انزل لكم بكل حاجات سهلة وكل حاجات بسيطة، علشان بجد يعني اتلسوعت في الفيديو ده بسبب ان انا ماسكة التليفون بايد وبشتغل بالايد التانية. فحطولنا لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ان شاء الله، والقناة تكبر بيكم. ادي العيش بتاعنا ما شاء الله يستاهل بقكم ويستاهل التجربة. بجد عيش فلاحي فلاحي، ولا كان ان احنا عاملينه في الفرن الغاز بتاع العيش. شايفين العيش ما شاء الله، مفيش بعد كده حاجة. طبعا اول ما بيطلع كده بيبقى الوش بتاعه ناشف شوية، هنغطيه علشان يطرى معانا. ودي كده قطع العجين اللي كانت في الطبق جمعتها واللي كانت في ايدي وعملنا منها رغيف صغير. بغطيه كده بقى عشان طبعا احنا مش عاملين كمية كبيرة، احنا كله اللي عاملينه ده كده كيلو. هغطيه بقى علشان وشه يطرى. وكمان اول ما يطلع من الفرن بعده لكم علشان تتأكدوا ان احنا اللي احنا دول عملناهم ال8 ترغفة اللي احنا قطعناهم. الكيلو عمل هنا معايا 8 أرغفة. شايفين العيش ما شاء الله، بكعبله في ايدي اهو بيتفرد وطري ما شاء الله ومفرخ من جوه. هفتحه معاكم دلوقتي. شايفين العيش ما شاء الله، مفيش احلى من كده. وكمان ينفع تعملي لولادك سندوتشات للمدرسة، بجد حلو جدا ومشبع كمان عن الفينو. شايفين ادي العيش ما شاء الله. يعني انا هفتح لكم كذا رغيف دلوقتي عشان تتأكدي ان كل العيش بتاعنا ما شاء الله مفتح وما شاء الله طري وحلو جدا وزيه زي العيش بتاع الفرن الغاز. اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.